اقول لك شيخ، خليني نجاوبك على آية التطهير. انت مو ذكرت آية التطهير تقول لا، ناخذ نساء النبي؟ هذه كانت نقاش ثاني. عندي سؤال ثاني. متى تم تنصيب الإمام علي؟ يوم الغدير. يوم متى؟ الغدير يوم الغدير. اكو واحد ما يعرف متى؟ يوم الغدير؟ أعطيني الإحداثيات شو صار؟ يوم الغدير بايعوا الصحابة، خليفتك عمر وابو بكر بايعوه، ماشي، قال له خليفتك بخن لك ستكون ولي كل مؤمن ومؤمنة، ماشي. قال له بخن. ايه. طيب هون يوم ما قال له بخن، الأمر كان نعم. إلهي ولا من الرسول باجتهاد؟ كان إلهي. أعطيني الدليل إنه الأمر إلهي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ممتاز. ماشي. يعني فالرسول ماذا فعل؟ بلغ يوم الغدير، ماشي. ممتاز. خلص خليني أكمل معك الآن. اكتب. يعني قبل يوم الغدير الرسول لم يبلغ بإمامة علي. قبل الغدير إنما وليكم الله لم يبلغ بها الرسول أنها إمامة، لم يستدل أنها إمامة. قبل يوم الغدير آية التطهير لا تدل على الإمامة. قبل يوم الغدير لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأنفسكم، ما قال إنها إمامة. قبل الغدير، قبل ما يجي التهديد من الله بلغ. حديث المنزلة لم يكن إمامة ولم يكن تبليغ لأن الرسول لم يبلغ، فأتاه العتاب من الله وقال له بلغ ما أنزل إليك لا من لا ربك. لا مو هكذا، لا مو هكذا عزيزي، لا مو هكذا. أول شيء افهم. أول شيء أنت ذكرت مجموعة من آيات، اكو ايات ما لها علاقه بالامامه. الرسول سؤال. اسمع الآيات هذه إنما وليكم الله، هل بلغ بها الرسول؟ إنما بلغ وليكم بها. الله. افهم بس، خلنا نفهم بس، خلنا إنما افهمك واوضح لك. وليكم الله، إنما وليكم الله، هل بلغ بها النبي؟ بلغ بها النبي وين بلغ عزيزي. فيها؟ وين اسمع بلغ بس، فيها؟ خلنا اوضح لك. انت هسه ذكرت ايه ما بدي التطهير، ما لها توضح لي. علاقه. اسمع، سؤال ايه أخذ التطهير. ورد سجال. إنما وليكم الله دليل إمامة بلغ بها الرسول. اي والمنزل ايضا دليل امامه، بس التطهير مو دليل لماذا رب امامه. العالمين يعاتب الرسول في غديركم ويقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ الرسول ما كان نعم يبلغ. نعم لماذا لم يبلغ نعم، هذا؟ لان هذا لانه امر مهم. هذا امر طب مهم، ليش ما بلغوا؟ والرسول خلنا اكمل كلامي. ليش امر ما مهم. بلغوا؟ إنما وليكم الله ليش ما بلغها للناس؟ بلغ عزيزي، الايه مصداقها الامام علي والائمه. افهم انت، افهم يا جاهل. ولك انا اللي افهم ولا انت يا متابعين؟ افهم التطهير ما له علاقه بالامامه. اكتب لي اياك. التطهير ما له امامه. انما وليكم الله قبل الحديث غديركم. تقولون انه تصدق بالخاتم وانها دليل امامه، لماذا لم يبلغ الرسول انه علي اصبح امام؟ غير بلغ بيوم الغدير، بلغ بيوم الغدير. خلفائك بايعوا تشبيك انت. خلفائك بايعوا يوم الغدير. علماءك شو قالوا؟ كانوا علماءك يقولون والطبطبائي يقول هذا تهديد ووعيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ في ولاية علي، لأن الرسول كان خائفا من التبليغ فيه. يعني قبل هيك ما بلغ، كان خايف الرسول. لا الرسول بلغ وانذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك. بلغ عزيزي. توقع معي. أنذر عشيرتك الأقربين في السنة الثالثة. بلغ عشيرتي، أنذرهم أول مرة. بلغهم أول مرة. أنذر يا إخوان، الله بقول له وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار للكافر، والرسول بيجيب أبو طالب وبيجيب علي لأنهم كفار وبنذرهم. مو كفار. الامر المهم يبلغهم على امامه علي. يبلغهم على امامه علي. افهم. باوله قال له انذر. بماذا ينذرهم؟ ينذرهم بامامه علي. ينذرهم هناك امامه رسول الله. انا ناقصني غباء. انذر الانذار للكافر. الرسول معناته ابو طالب مو شرط الانذار كافر. مو شرط. اذا منين جبت هذا الدليل؟ مبشرا ونذيرا. رب العالمين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. مبشر بماذا ونذير من ماذا؟ يبشر بنبوته. بالحقائق. يبشر بنبوته. اسمع. يبشر بنبوته. اسكت. يبشر بنبوته والحقائق الإيمانية التي نزلت عليه.
يبشر وينذر من المؤمنين ماذا؟ يا اخي، المؤمنين والصابرين يا اخي، هناك انا وينذر نبي من الامه. ماذا؟ فهمنا التبشير، فهمنا مولانا التبشير. زتينا تحت وينذر من... هذا هو نفسه. اطلع شيخ نحاول اقول بآية التطهير. انت ذكرت مجموعه من ايات. اول شيء آية التطهير ما كتمت مولانا مشان يقولنا ينذر من ماذا. تغربش يا التطهير ما له علاقه بالامامه، الامامه تبليغ من ينذر من ماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، بماذا ينذرهم؟ أنت اللي جيت فيها يبلغهم والله. بإمامة علي، يبلغهم بإمامة علي عليه السلام. الإبلاغ غير الإنذار، الإبلاغ غير الإنذار، بشيرا ونذيرا. يبشر بماذا وينذر من ماذا؟ فهمني، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني لماذا يقول لهم؟ يقول لهم إن هذا إمام علي منصب من قبل الله سبحانه وتعالى. فاهم الشيخ؟ يعني طب دقيقة يا جلال، دقيقة والله أنا هاي الرواية موجودة في مسند أحمد، في مسند أحمد موجودة الرواية. بغض النظر هاي كلهن وراي، بغض النظر أنا بلشت أقتنع باللي بتحكيه. يعني طبعا أنت بتعرف، سكر مايك عشان الضجة اللي عندك. أنت بتعرف إنه هذه وأنذر عشيرتك الأقربين كانت يوم كانت الدعوة سرية في السنوات الثلاثة الأولى. يعني لسه قريش مش مصدقين إنه نبي، لسه ما أعلن الدعوة، لسه ما حدا بيعرف. معقول الله سبحانه وتعالى يسيب الدين ويسيب التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله، الناس مش مصدقة إنه محمد رسول، جاي يبلغهم بعلي قبل ما يبلغهم بنفسه نبي؟ يأتي الرسول شخص، استنى، يأتي ليبلغ بعلي قبل أن يبلغ بنفسه كرسول؟ ومن قال لك انه لم يبلغهم التوحيد والاحكام؟ من قال لك؟ سرية. انذر عشيرتك الاقربين، يعني اقرب الناس اليك. انذر اسمع ليش الآية قالت الأقربين؟ ليش الأقربين؟ لأن بس الأقربين، افهم يعني مبينة من اللفظ، لأنه سرية ما قال جربية، مو سرية، يعني بس الأقربين. اسمح لي ساعده. بس الأقربين. طيب جلاد اسمع الأقربين، يعني اسمع رح خليك يا جلاد اسمع من الشيخ طارق. الأقربين هذا دليل إنه كانت لسه الدعوة سرية، تمام؟ مثل ما عم بقول لك الشيخ. طبعا هي الدعوة سرية. اسمع، لا تفتح المايك عشان تسمع، تمام؟ فهو بلغ الناس بإمامة علي قبل أن يبلغ يعني قريش والناس كلها إنه هو نبي. يعني هو بعث فقط ليبلغ بإمامة علي، ما يعني هو ما بده يعرف عن نفسه، ما بده يعطي معلومات. الآن أنت لما تفوت يعني اسمع أنت الآن لما تفوت على شركة مشان تتوظف، ماشي؟ بتقدم لهم السي في تبعك ولا السي في تبع ابن عمك اللي بده يتوظف بعد سنة ويتخرج ويتوظف بعد سنة؟ بلغهم نبوته عزيزي، وأنذر بلغهم نبوته، بس بلغ مين؟ بلغ هم كل الموجودين قريش، كلهم موجودين. كل ما هلا انت عم تقول الاقربين وعم تقول دليل على انه سريه. فكرتك فهمني. اسمعني جلاد اسمع شويه انت اذا عربي ضعيف ما نعرف فارسي نحن صراحه، فاقول انا ما بعرف. انا حاولت ساعده مولانا ما طلع. يعني قاعد اتكلم معك هندي. لا لانك ما عم تستوعب بشرح المفردات، هذا اسهل شغله. لا عزيزي، انا عشرتك الاقربين، يعني الاقربين عده. بقول الجلاد الان اذا فتحنا شركه جلاد بيجي وبايده سي في ابن عمه اللي بده يتخرج بعد 2 أو 3 يقدم لنا اياه. الظاهر انت ما شوف. اقرا الروايه في مسند احمد، في من نزلت قال وانذر عشيرتك الاقربين، يقول نزلت في الامام علي تبليغ امامه علي لاقرباء. قال هذا ولي موجود. طب يعني هو بلغ، طب بالله شوي يا شيخ طارق، جلاد يعني هو بلغ بولاية علي قبل ما يبلغ بنبوته؟ لا شو ماكو لا يوجد هكذا كلام عزيزي، ماكو كلام. اول مره يعني بلغ، كان معروف انه نبي، كان معروف بلغ لا عزيزي، لا شو ماكو هاي او بعدين تبليغ صار بعدين، بس هي بعدين الدعوه الاسلام ما منتشره، بس هو
أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغ الأقربين من عشيرتك الأقربين. بماذا إمام. يبلغ الأقربين؟ بماذا ينذرهم؟ بماذا يبلغهم؟ بعد الله سبحانه وتعالى أمرهم، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى. بماذا أنذر؟ بماذا ينذرهم؟ ينذرهم بإمامة علي، بإمامة علي، لأن هذا أمر مهم. هذا طيب اسمع أمر جلاد، مهم. بدي أكون معك حنين. الآن أنت يوم ما بدك تيجي تدعوني لدين الشيعة بإمامة علي، بتبلغني ولا بتنذرني ولا بتبشرني بإمامة علي؟ شو بتعمل؟ والله احنا شيخ، احنا النصوص تحكمنا. انا مو من جيب هذا الناس بناء على يحكمني. النصوص، بناء على الدين النصوص يقول لي انت بتنذرني بإمامة علي، يعني اوعك تقرب من إمامة علي. الإنذار التهديد، الإنذار يعني تهديد شديد. ولا انت بتبشرني بإمامة علي وبتقول لي اذا اتبعت علي ولك الجنة ولك الفردوس الأعلى؟ ايش انت بتعمل؟ اسمعني، الانذار قد يكون من وجه مثل ما تفضلت، يكون يعني انذار لشخص او تهديد، وقد يكون انذار لا، مو يعني انا انذار نوع من التبليغ. نوع من التبليغ يعني احنا ما نقدر، قلت لك احنا النصوص تحكمنا، النصوص تحكمنا. يعني رسول الله امره ان يبلغ. طب ماشي، بتعرف انت كم واحد كانوا بحديث الدار اللي اجتمعوا بحديث الدار؟ بتعرف كم واحد؟ حديث الدار ما معلوم، 10 15 20 ما معلوم، بعض الروايات ما متفق القدر، بس هم قليلين ما معلوم، يعني طيب عددهم ما معلوم. طب جلاد انت باين عليك رجل كبير بالعمر وانا بدي اتساهل معك. سؤال. جيد. حياك الله يا ابن زايد. سؤال. انت قرأت الحديث ولا ما قرأته؟ سمعته؟ لا قرأته. طب شو الحديث؟ شو صار فيه؟ انا بدي تشرح للناس، معنا تقريبا 40 50، اشرح لهم شو صار بحديث الدار. يلا تفضل. اسمع، شوف الطبري ما لخصه لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، دعا علي عليه السلام فامره ان يصنع طعاما ويدعو له بني عبد المطلب ليكلمهم ويبلغهم ما امر به، فصنع علي عليه السلام. يبلغهم ولا ينذرهم؟ يبلغهم ولا ينذرهم؟ لا ويبلغهم ما امر به، ويبلغهم ما امر به. انا قاعد اقرا من الروايه ماشي. وجعل عليه رجل وملأ عسى من لبن، ثم دعاهم وهم يومئذ 40 رجلا، 40 رجلا يزيدون رجلا او ينقصونه، فيهم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب وحمزه والعباس وابو لهب. كانوا مسلمين ولا كانوا كفار هذول؟ هم اعمامه، اللي بيهم مسلم واللي بيهم. مين المسلم ومين الكافر؟ مين المسلم ومين الكافر؟ وضح لنا. ابو طالب وحمزه والعباس دول مسلمين، وابو لهب احتمال ابو لهب كافر لان نازله بايه. بس هم دقيقة، العباس كان مسلم؟ العباس كان مسلم؟ العباس بهاي الايه لا اعلم، بس هو احتمال مسلم واحتمال مو مسلم، لان مو شرط. طيب بس افهم، لان ابو لهب كافر. انا اقول لك ابو لهب كان كافر ومش مشكله. ابو طالب كان مسلم؟ ابو طالب كان مسلم؟ ابو طالب طبعا هو اول الاسلام. هو علي يعني بن ابي طالب كان مسلم؟ علي كان مسلم؟ اول مسلم عزيزي، اول مسلمين علي بن كرم الله وجهه عندكم، اول مسلمين. ماذا تقول اول المسلمين. طيب نعم، يوم ما انذرهم الرسول، انذر ابوه، شو قال لابوه؟ انا بدي افهم الرسول شو قال لابو طالب. اسمع خليني اكمل لك. هم 40 رجل. يا جلاد انا بدي افهم منك، اقرا الحديث بينك وبين نفسك. اقرا لك اياه. اقرا لك اياه. لا بينك وبين نفسك. الان رسول الله شو قال لابو طالب؟ دعني اكمل لك الحديث، دعني اكمل. مع عزمهم عزيمه اكل وجو اكلوا. شو قال له ابو طالب؟ يعني قال له انذروا بولايه علي ولا انذروا قال له اذا ما بتتبع علي بتكفر؟ شو قال له بالتحديد؟ دعني اكمل لك. دعني اكمل لك الروايه. يلا. فشربوا منه ثم حتى رأوا منه جميعا، وأيم والله إن كان الرجل الواحد منهم يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدرة أبو لهب، فقال
ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه عليا عليه السلام وفي اليوم الثاني أن يفعل كل ما فعل آنفا. وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قالوا يقول فأحجم القوم عنها جميعا، وقال علي: أنا يا نبي الله أكون وزيرا. دقيقة يا جلاد، الله يرضى عليك، هذا دين، يا بتوديني على النار يا بتدخلني الجنة. انت بدك أقرألك الرواية شيخ؟ انت بدك تدخلني النار ولا الجنة يا جلاد؟ سؤال. أدخلك الجنة. طيب أرزقك بولاية علي. يا رجل خليني افهم منك الان. يوم ما عرض عليهم، شو عرض عليهم الرسول؟ شو قال لهم الرسول؟ عرض عليهم حسب الروايه، عرض عليهم يقول فهم يمكن ما يقول فهم ما التفتوا، يمكن تركوه. يقول وقد قال لهم: وقد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه. فقال لهم: فايكم يؤازرني على هذا الامر، على ان يكون اخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ طيب شو ردوا عليه؟ يقول قال: فاحجم القوم عنها جميعا. طيب ممتاز. ابو طالب كان معهم، ابو طالب كان معهم وعلي وحمزه ابو طالب. لماذا احجم ابو طالب؟ دعني اكمل الروايه عزيز، دخلك في الروايه شوي علي، والله انا قاريها وحافظها. تفكرش ولا حدا راح يرد عليه غير علي. برفع ايده اول مره وبقول له نزلها، وبرفع ايده مره ثانيه وبقول له نزلها. انا بدي ابو طالب، ما انت بتقول مسلم. طب ما هو الرسول بيقول انا بدي ادعوكم الى الله، ليش احجم ابو طالب؟ اسمع خلينا اكمل الروايه شيخ، خلينا اكمل لك الروايه. دعني اكمل لك الروايه. بدكم اياي اكمل الروايه يا اخوان؟ اذا اكملت الروايه يعني راح تجيب شيء جديد؟ انا حافظها يعني غيرك اكمل لك الروايه عم تفهم انت ما اعرف يعني ما اعرف شلون توصل يعني انت تقول يا عم الحج أنا بدي أعرف لماذا أبو طالب أحجم عن دعوة الرسول، والرسول يقول له أدعوكم إلى الله وإلى نصرتي ومؤازرتي. لماذا؟ يعني أبو طالب كان كافر وما لا عز لا مو كان كافر. لا عز لا مو كان كافر. تعال شو اللي صار فهمنا مجال الله فهمنا. اسمع دعني أفهمك. أبو طالب كان افهم لم يستوعب الأمر. لماذا لم يستوعب الأمر؟ لأن كان يعني يطيع ابنه، يعني يصير هو إمام ويطيع ابنه من هالمسألة. لأن الرواية شو تقول؟ يقول فضحك، يقول وقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. وفي بعض نصوص الرواية إن لما قام علي عليه السلام فأجاب أجلسه النبي صلى الله عليه وآله، ثم أعاد الكلام فأجابه علي فأجلسه، ثم عاد عليهم فلم يجيبوا وأجابه علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله ذلك وحسب نص هذا اللي منطوق اللي ذكرته الرواية. ماشي؟ فهو أبو طالب يعني مثل ما نقول لم يكن يستوعب المسألة حسب منطوق الرواية، لأن الإمام علي كان عمره صغيرا من صار التبليغ. فهاي بدايات تبليغ بإمامة علي، بدايات تبليغه. يعني ستقول ماكو ما بلغ، لا الرسول بلغ حوادث كثيرة، حديث المنزلة، بس التبليغ النهاية صار يوم الغدير. طب ماشي يا جلاد انت ما جاوبتني على سؤالي، ما جاوبتني. ابو طالب لماذا رفض قبول دعوة الرسول؟ نعم ما رفض. اين رفض؟ انت بتقول احجم القوم، ما انت بتقول القوم احجم هو فقط معهم ولا ما كان معهم؟ ابو طالب معهم، مو ذكرت لك ليش ما صدق او ليش ما قبل دعوة الرسول؟ لم يستوعب لان كان عمره صغيرا حسب منطوق الرواية. كان عمره صغيرا حسب منطوق الرواية. مين اللي كان عمره صغير؟ الامام علي عمره صغيرا. انا بحكي عن ابو طالب. اقرأ بقى الرسول شو حكى لأبو طالب. الرسول ماذا حكى؟ قال أن أدعوكم إلى الله من يؤازرني ويناصرني، يعني الدعوة إلى الله. فأبو طالب أحجم. لماذا أحجم أبو طالب؟
ابو طالب لا يعلم ما في الرسول ما يدعوهم اليه، لا يعلم، لان هذا امر الهي. فقط الامام علي لبى الدعوه فقال انا يا رسول الله. يعني كان كافر ابو طالب، كان كافر ما لا رضي ابو طالب لا، ابو طالب لا، كان يظهر الكفر ويخفي الايمان حسب يظهر نصوص الكفر. طب ليش يعني يظهر الكفر ويخفي الايمان؟ حسب منطوق الروايات اللي كان عنده. كان حسب الروايات الامام صادق ابو طالب مثله كمثل اهل الكهف عندنا بالروايات، عندنا بالتفسير البرهان. نعم. شكرا لك يا جلال، شكرا لك. كفر ابو طالب ويعني